السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، رجعنا معاكم في فيديو جديد ومراجعة الكتاب المدرسي من كتاب الأضواء. هنشتغل مع بعض. السؤال الأول: أكمل العبارات التالية بالكلمات المناسبة. قامت الدولة الإسلامية على عدة أسس منها. قامت الدولة الإسلامية على عدة أسس منها، يعني عايز يقولك ايه هي الأسس اللي بدأت عليها الدولة الإسلامية. أول ما أسس الدولة الإسلامية الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ عمل إيه؟ بدأ ببناء المسجد. إيه تاني غير بناء مسجد؟ المؤاخاة، برافو، بين المهاجرين والأنصار، برافو عليكم، شطار حبايبي. تاني سؤال: أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق الصحابي مين؟ سمع مين بيقول؟ مين؟ سلمان الفارسي هو اللي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق. يؤدي وجود الشعاب المرجانية في البحر الأحمر إلى إعاقة إيه؟ طبعا كلنا عارفين إن وجود الشعاب المرجانية بتعيق قيام المواني. يحد الوطن العربي من جهة الشمال البحر إيه؟ الشمال يبقى على طول من غير ما أفكر البحر المتوسط. جبال إيه كمان يا حلوين؟ جبال طوروس. يبقى في الشمال عندنا ايه؟ قلنا الشمال البحر المتوسط، جبال طوروس. تمام. تعد الكثبان الرملية من التجمعات الرملية التي تكونت بفعل ايه؟ كثبان رملية تكونت بفعل ايه؟ تعرية هوائية من غير ما افكر. شاطرين، سامعة بيجاوبوا معايا، برافو عليكم. تسعى الدول العربية إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال ايه؟ تسعى الدول العربية إلى تقليل الانبعاثات من خلال إيه؟ إنشاء المدن الذكية، برافو. وإيه كمان؟ استخدام مصادر طاقة متجددة. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يتعبد في غار إيه؟ حراء. طبعا من أعمال الخليفة علي بن أبي بكر الصديق. إيه هي من أعمال الخليفة؟ إرسال جيش أسامة بن زيد لمحاربة المرتدين والفتوحات اللي عملها. يبقى إرسال جيش أسامة بن زيد ومحاربة المرتدين. إنشاء الخليفة. المرتدين طبعا كلنا عارفين إن هما اللي ارتدوا عن الإسلام. بعض القبائل كانت ارتدت عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي حاربهم طبعا منهم من ادعى النبوة. برافو برافو. إنشاء الخليفة عمر بن الخطاب. بعض الدواوين مثل ديوان الجند، ممتازين. كان النجاشي ملكا عادلا فعلا، لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى إيه؟ الحبشة. أول هجرة كانت للمسلمين كانت في الحبشة. طب ليه هاجروا للحبشة؟ لأن الملك بتاع الحبشة كان ملك عادل ولا يظلم عنده أحد، فبالتالي الرسول أمر أصحابه بالهجرة تخفيفا عليهم من عذاب قريش، فأمرهم إن هم يروحوا للنجاشي. يحل فصل الصيف على الوطن العربي عندما تتعامد الشمس على إيه؟ مدار السرطان. يسود معظم الوطن العربي إقليم المناخ الصحراوي الحار. طبعا الوطن العربي فيه صحاري كتيرة، وبالتالي معظم أجزائه بتندرج من ضمن الإقليم الصحراوي الحار. يعد استخراج المعادن ومصادر الطاقة كالبترول من الصناعات إيه؟ استخراج من غير ما أفكر خالص وأروح لبعيد. استخراج يبقى دي معادن بستخرجها من باطن الأرض، فبالتالي هتبقى من الصناعات الاستخراجية. تعد زيارة عين ماعين في الأردن من السياحة إيه؟ العلاجية، لأن الناس بيزوروها علشان الاستشفاء. السؤال التاني معانا بيقول إيه؟ أكتب كلمة صواب أمام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارات غير. السؤال الأول معانا: كان لمخالفة المشاة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أثره في هزيمة الجيش في غزوة أحد. طبعا كلنا عارفين إن في غزوة أحد كان المسلمين انتصروا، وبسبب إن هم نزلوا من على الجبل
بعد الانتصار ونزلوا يجمعوا الغنائم، فبالتالي هو ده اللي خلى قريش رجعت لهم تاني وبدأت ان هي تهاجمهم، وللأسف خسروا غزوة أحد. فبالتالي طبعا الإجابة خطأ، ما كانوش المشاة. يعني هنا السؤال هو هنا بيقول المشاة، لكن هم مش المشاة، هم اللي كانوا الرماة مش المشاة. حرص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة على المؤاخاة بين المهاجرين واليهود. النبي حرص على بعد الهجرة على المؤاخاة بين المهاجرين واليهود؟ لا طبعا، هو المهاجرين وإيه والأنصار، يبقى طبعا تالت سؤال معانا، تشرف دولة الإمارات على مضيق هرمز؟ طبعا الكلام ده مظبوط. زيادة المساحات الخضراء تسهم في حل مشكلة التغير المناخي؟ هل زيادة المساحات الخضراء بتسهم في حل مشكلة التغير المناخي؟ طبعا الكلام ده صح، هي بتسهم لأنها بتجدد الأكسجين وبتزود من التنفس الصحيح، وحاجة كويسة يعني. يمتد بحر الرمال بين مصر والسودان؟ لا طبعا مش بين مصر والسودان، هو بين مصر وليبيا. يسهم الرعي الجائر للحيوانات في تناقص مساحة الأراضي الزراعية؟ الرعي الجائر للحيوانات بيسهم في تناقص مساحات الزراعة، فعلا الكلام ده مظبوط. تم نقل مقر الخلافة إلى الكوفة في عهد علي بن أبي طالب؟ صح الكلام ده، لأن هو نقلوا لأن الدولة توسعت، الدولة الإسلامية توسعت، ونقلوا للكوفة علشان يبقى قريب من كل الأماكن بتاعت الدولة الإسلامية. تامن سؤال معانا، تمت كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد لتوحيد قراءته في كل البلاد الإسلامية؟ طبعا الكلام ده صح. من رحلات العرب التجارية رحلة الصيف والشتاء؟ أيوة فعلا. يتم 10 يتسم مناخ الإسكندرية بسمات إقليم البحر المتوسط؟ طبعا، لأنه هو أصلا بيشرف على البحر المتوسط، فبالتالي بيستمتع بمناخ البحر المتوسط. ينتشر نبات الصبار والنخيل في الإقليم الصحراوي؟ بالظبط كده، لأن الصبار عندنا من اللي بتتحمل الجفاف، النباتات اللي بتتحمل الجفاف، فبالتالي مناسبة في الأقاليم الصحراوية. وطبعا النخيل برضو من النباتات المعمرة اللي بتقعد سنين وبتستحمل الجفاف، وبرضو في الإقليم. 12 أولى الدول العربية إنتاجا للفوسفات هي دولة المغرب؟ صح، هي أولى الدول فعلا في إنتاج الفوسفات. إذا أردت التمتع بالتسوق في أضخم المراكز التجارية وأحدثها فعليك التوجه إلى دولة الكويت؟ صح، وطبعا البحرين برضو والإمارات. تساعد التجارة الإلكترونية في خفض أسعار السلع والخدمات؟ فعلا التجارة الإلكترونية قلنا من مميزاتها ان هي بتساعد على خفض أسعار السلع والخدمات، وبتبقى فيها انتشار أكبر للسلع، وبتقرب للمشتري السلع اللي هو محتاجها. السؤال الثالث معانا، ضع خط تحت الإجابة الصحيحة فيما بين القوسين. أول حاجة، الدولة العربية التي تقع في الجناح الأفريقي هي إيه؟ الجزائر هي الدولة العربية اللي في الجناح الأفريقي. الجناح من الجبال الالتوائية في الوطن العربي جبال أطلس، هي من الجبال الالتوائية. تكون بحر الرمال العظيم بسبب إيه؟ بحر الرمال العظيم قلنا من شوية تعرية هوائية، وهو طبعا بحر الرمال العظيم ده بيننا وبين دولة ليبيا. عفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة بعد إيه؟ بعد إيه؟ فتح مكة، برافو. المشكلة البيئية التي ترتبط بمشكلة الرعي الجائر هي إيه؟ إيه المشكلة اللي نتجت أو ارتبطت بمشكلة الرعي الجائر؟ هي مشكلة التصحر، لأن من خلال الرعي الجائر فبالتالي الأراضي تناقصت الزراعة فيها، وحتى ما بقتش موجودة فيها حشائش. 6 معانا، أصغر دول الوطن العربي مساحة هي إيه؟ البحرين. تتأثر الزراعة 7 تتأثر الزراعة سلبا في الوطن العربي بسبب إيه؟ التغير المناخي، تحلية مياه البحر؟ لا طبعا. تدريب الأيدي العاملة؟ ملهاش علاقة خالص. زيادة كمية الأمطار؟ لا، يبقى هو معانا التغير المناخي. يأتي معظم إنتاج مصر من الأسماك من إيه؟ المزارع السمكية، لأن مش مصر هي
من أولى الدول اللي بتنتج الأسماك من المصايد. كلنا عارفين إن هي دولة مين؟ المغرب. لتجنب أذى قريش بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة السرية. طبعا الرسول بدأ الدعوة السرية أولا بالدعوة السرية لمدة 3 سنوات، وطبعا كان خوفا من أذى قريش. من أشهر رحلات العرب التجارية رحلة الشتاء إلى اليمن. من أعمال الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه محاربة المرتدين. تنظيم الشرطة، لا طبعا. إنشاء ديوان الجند، برضو لا مش هو اللي عمله. إنشاء ديوان بيت المال، هي محاربة المرتدين. تم إنشاء أسطول بحري لتأمين مصر والشام من هجمات من هجمات الروم. يحل فصل الشتاء على الوطن العربي عندما تتعامد الشمس على مدار الجدي. تعد السعودية أولى الدول العربية إنتاجا البترول. غاز طبيعي، لا طبعا. ألمونيوم وفوسفات، لا مش هم دول. من أسباب ضعف التجارة البينية العربية هو من أسباب ضعفها؟ احنا قلنا من أسباب ضعفها التشابه اللي بين المنتجات، وطبعا الجمارك. فمن أسباب ضعفها هو التشابه الكبير بين المنتجات العربية. السؤال الرابع، اكتب تفسيرا واحدا لكل عبارة من العبارات التالية. الأهمية الحضارية والثقافية للوطن العربي. ايه هي الأهمية والحضارية والثقافية للوطن العربي؟ قلنا ان هو أول حاجة موطن للديانات السماوية زي اليهودية والمسيحية والإسلام، وكمان وقامت على أرضه أقدم الحضارات في العالم مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق، ودول سببين كافيين جدا. تاني حاجة تكون جبال البحر الأحمر. ايه هي أسباب تكون جبال البحر الأحمر؟ هي حدوث انكسارات في القشرة الأرضية، تكونت نتيجة حدوث انكسارات في القشرة الأرضية، واحنا قلنا طبعا ان جبال البحر الأحمر من الجبال الانكسارية. تالت حاجة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ليه النبي حرص على ان هو يعمل مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار؟ طبعا لإقامة مجتمع متماسك بتسود المحبة والتعاون والإيثار، يعني ان كل واحد بيؤثر أخوه. عن بناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد في المدينة. ليه النبي أول حاجة عملها هي بناء مسجد في المدينة؟ علشان يكون مقر للحكم وإدارة شؤون الدولة الإسلامية الداخلية والخارجية، وطبعا هيكون مركز للعبادة وتعليم أصول الدين. 5 تتعرض كثير من الدول العربية لخطر الجفاف. الدول العربية طبعا معرضة لخطر الجفاف بسبب نقص كمية الأمطار في بعض السنوات، وده طبعا لا يسمح بالزراعة أو نمو الحشائش علشان الرعي. فبالتالي لما يقول لي تعرض الدول العربية لخطر الجفاف هقول له بسبب نقص كمية الأمطار مما لا يسمح بالزراعة ونمو الحشائش. 6 أهمية الثروة الحيوانية لوطننا العربي. ايه أهمية الثروة الحيوانية لوطننا العربي؟ هي بتوفر الثروة الحيوانية بتوفر لنا البروتين طبعا الحيواني لسكان الوطن العربي. كمان بتوفر المواد الخام الحيوانية اللازمة للصناعة زي الجلود، الألبان، اللحوم. وطبعا بنستخدم الحيوانات في بعض أعمال الريف مثل الحقل والنقل. ازاي؟ يعني بيستخدموها في الحرث وبيستخدموها في الري بالسقية، وكمان كانوا بيستخدموها في نقل المزروعات. أهمية محاربة قريش للدعوة الإسلامية. ليه حاربت قريش الدعوة الإسلامية؟ طبعا قلنا قبل كده خوفا على مكانتهم بين القبائل أو خوفا على مكانتهم التجارية بين القبائل. نقل مقر الخلافة إلى الكوفة في عهد علي بن أبي طالب. ليه اتنقل مقر الخلافة في عهد علي بن أبي طالب؟ قلنا ليسهل عليه الانتقال بين أرجاء الدولة الإسلامية، خاصة بعد توسعها وبعد الافتتاحات اللي عملوها في دول كثيرة. كانت الدعوة الإسلامية أو الدعوة إلى الإسلام في بدايتها دعوة سرية. ليه كانت الدعوة إلى الإسلام في بدايتها كانت سرية؟ طبعا لتجنب أذى قريش.
10. إصرار الخليفة علي أبي بكر الصديق رضي الله عنه على محاربة المرتدين. ليه أصر الخليفة أبو بكر الصديق إن هو يحارب المرتدين؟ طبعا بسبب إن بعض القبائل ارتدت عن الإسلام ورفضت دفع الزكاة، وادعى البعض النبوة مثل مسيلمة الكذاب، كلنا طبعا عارفين. 11. تكليف زيد بن ثابت بجمع القرآن الكريم. ليه كلف زيد بن ثابت ان هو يجمع القرآن الكريم؟ طبعا زي ما قلنا قبل كده بسبب استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حرب المرتدين. ضعف تأثير المسطحات المائية في الوطن العربي بشكل عام. ليه ضعف تأثير المسطحات المائية في الوطن العربي بشكل عام؟ طبعا لضيق مساحتها، دي 1. كمان عدم توغل تأثيرها إلى الداخل لوجود صحاري ومرتفعات قريبة من السواحل زي سواحل البحر الأحمر، فبالتالي بتحجز أو بتمنع وصول تأثير المسطحات المائية في المناطق الداخلية. ارتفاع الحرارة بشكل عام في الوطن العربي صيفا. ليه بترتفع الحرارة بشكل عام في معظم أرجاء الوطن العربي في الصيف؟ لأنه تعامد الشمس بيبقى على مدار السرطان في الصيف، بيزيد من درجة الحرارة. أهمية المحميات الطبيعية للوطن العربي. ايه أهمية المحميات الطبيعية؟ طبعا ليها أهمية كبيرة، هي بتحافظ على الحياة البرية بما تتضمنه من ايه؟ من نباتات طبيعية، حيوانات برية، وطبعا هي بتعد مناطق جذب سياحي، وبتساعد على تحقيق التوازن والحد من التلوث، وكمان بتحقق التنمية المستدامة. يبقى عرفنا أهمية المحميات الطبيعية للوطن العربي. نقول كمان هي بتساعد على الحفاظ على الحياة البرية بما تتضمنه من نباتات طبيعية وحيوانات برية، كمان بتعد مناطق جذب سياحي، وبتحقق التوازن البيئي، وتحقق التنمية المستدامة والحد من التلوث. ضرورة الاهتمام بالسياحة العربية. ليه مهم ان انا اهتم بالسياحة العربية؟ لانها بتساعد على التبادل الثقافي، وبتوفر العملات الاجنبية، وتوفر فرص عمل للسياحة في القطاعات المختلفة ذات الصلة. زي ايه؟ زي طبعا المطارات بتوفر لي فيها فرص عمل، زي الفنادق بتوفر لي فيها فرص عمل، وهي دي الاعمال اللي بتلحق بمجال السياحة. فبالتالي لما يجي يقول لي ضرورة الاهتمام بالسياحة اقول له ايه؟ هقول له بتساعد على التبادل الثقافي بين الدول، توفر العملات الأجنبية، توفر فرص عمل للسياحة والقطاعات ذات الصلة. السؤال الخامس معانا بيقول ايه؟ اكتب نتيجة واحدة ترتبت على كل مما يلي. اكتب نتيجة واحدة، يعني النتائج المترتبة: تحكم الوطن العربي في ممرات بحرية مهمة. يعني عايز يقول لي النتائج اللي ترتبت على ان الوطن العربي في ممرات بحرية مهمة. طبعا هقدر اقول له اول حاجة ادى تحكمه في اهم الطرق التجارة العالمية، ان ده تحكم الوطن العربي في ممرات بحرية زي مضيق جبل طارق ومضيق هرمز وقناة السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط. كل أدى معانا لأن هو بيتحكم في ممرات تجارية مهمة جدا، وده أدى لتحكمه في أهم طرق التجارة العالمية. تاني سؤال: وجود الواحات في الصحاري العربية. وجود الواحات في الصحاري العربية ايه اللي نتج عنها؟ نتج ان هو ادى لقيام الزراعة بها وتركز السكان في الواحات طبعا علشان الزراعة الموجودة. عداء قريش للدولة الإسلامية. ليه قريش كانت بتعادي الدعوة الإسلامية؟ لأنها خوفا على التجارة أو خوفا على مكانتها التجارية. وكمان أدى إلى إيه؟ أدى إلى أن الرسول أمر بعض أصحابه بالهجرة إلى فين؟ الحبشة، طبعا الهجرة الأولى. عقد صلح الحديبية بين المسلمين وقريش. اللي ترتب على عقد صلح الحديبية طبعا بدأت من خلاله رحلة نشر الدعوة الإسلامية عالميا، وهنا هنتك على كلمة عالميا لأن مش هيبقى في أرجاء شبه الجزيرة العربية بس، بالعكس ده هيبقى في العالم كله. خامس حاجة: المشكلات البيئية التي يعاني منها الوطن العربي. ايه هي المشكلات اللي بيعاني منها الوطن العربي وبتهدد البيئة؟ زي المشكلات اللي هي خطط التنموية في الدول العربية، ودي طبعا بتهدد صحة المواطن العربي،
وكذلك تؤدي إلى تدمير الحياة النباتية والحيوانية وفقدان التنوع البيولوجي، ومنها في المناطق الجافة وشبه الجافة في الوطن العربي. يعني هي المشكلات ان هي بتهدد هذه المشكلات صحة المواطن العربي. اختصر الكلام ده كله اقول هذه المشكلات تهدد صحة المواطن العربي وحياته وتعيق الخطط التنموية في الدول العربية. وكده كفاية عشان ما يبقاش فيها لخبطة. سادس حاجة معانا ارتداد بعض القبائل عن الإسلام في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. في بعض القبائل ارتدت عن الإسلام، ايه اللي ترتب عليها؟ أدى إلى قيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمحاربتهم وإرسال عدة جيوش لمحاربة المرتدين حتى عادوا إلى الإسلام. ايه تاني؟ ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية. ظهور الإسلام في شبه الجزيرة العربية أدى إلى إيه؟ إلى انتهاء العادات السيئة والدعوة إلى عبادة الله الواحد. وطبعا العادات السيئة انتهت وحل محلها عادات كويسة، عادات جيدة زي أداء الأمانة وصلة الرحم. وطبعا انتهوا عن قول الزور وأكل مال اليتيم. سرية الدعوة الإسلامية في بدايتها. سرية الدعوة ليه كانت في بداية الدعوة الإسلامية؟ طبعا قلنا قبل كده كذا مرة أدى إلى تجنب أذى قريش للمسلمين. أدى لتجنب أذى قريش. إنشاء أول أسطول بحري في الإسلام. إنشاء أول أسطول لتأمين حدود مصر والشام من هجمات الروم. اهتمام الخليفة علي بن أبي طالب بتنظيم الشرطة. ليه اهتم بتنظيم الشرطة؟ علشان يحفظ الأمن وسلامة المواطنين، لحفظ الأمن وسلامة المواطنين. تعامد الشمس على مدار السرطان في الوطن العربي أدى إلى إيه؟ ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام في أرجاء الوطن العربي. غنى الوطن العربي بالمواد الخام ومصادر الطاقة أدى إلى طبعا قيام الصناعة. وجود مناطق استشفاء من الكثير من الأمراض في الوطن العربي، يعني بيقول إن في مناطق كتيرة فيها استشفاء في الوطن العربي. أدى الكلام ده لإيه؟ لزيادة الكثير من السياح لتلك المناطق بغرض الاستشفاء من الأمراض. زيارة الكثير من السياح لهذه المناطق بغرض الاستشفاء. التشابه الكبير بين السلع والخدمات التي تنتجها الدول العربية. طبعا ده بيؤدي لإيه؟ من غير ما أفكر كتير، تشابه بين السلع يبقى هيؤدي إلى ضعف التجارة البينية. السؤال السادس، أكتب دليلا واحدا على صحة العبارات التالية. تسامح النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة. إيه الدليل إن النبي صلى الله عليه وسلم تسامح مع أهل مكة؟ هنقوله حيث عفى عن أهلها وفتحها دون قتال. طبعا الرسول لما راح يفتح مكة فتحها دون قتال نهائيا، وحطم الأصنام التي كانت حول الكعبة وطاف بالكعبة. تنوع مصادر الحصول على الأسماك في الوطن العربي. ايه الدليل ان في مصادر متنوعة للأسماك في الوطن العربي؟ طبعا هقول حيث يوجد مصايد مائية متنوعة مثل البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات، وطبعا سواحل البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي التي تطل على مين؟ على المغرب، لأن قلنا قبل كده ان دولة المغرب هي أولى الدول في إنتاج الأسماك من المصايد، لأن طول سواحلها، بسبب طول سواحلها. محاربة قريش للدعوة الإسلامية بكافة الطرق. محاربة قريش ليه؟ ايه الدليل ان هم حاربوا الدعوة الإسلامية بكافة الطرق؟ طبعا هنقوله لأنهم قاموا بإيذاء المسلمين وفرضوا عليهم الحصار. رقم 4، اهتمام الدول العربية بالتنمية الزراعية. هنقول الدليل ان هي اهتمت بالتنمية الزراعية. اتجهت بعض الدول لاستخدام نظام الري بالرش. ليه؟ لتوفير المياه العذبة. زي مين الدول اللي استخدمت الري بالرش؟ هنقوله السعودية ومصر. 5، اهتمام الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأمن وسلامة المواطنين. ليه الدليل ان هو اهتم بأمن وسلامة المواطنين؟ هنقوله لانه هو عمل تنظيم الجيش للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. السؤال السابع معانا، ما العلاقة بين كل من الدعوة السرية ونشر الإسلام؟ ايه العلاقة بين ان الدعوة سرية وبين الإسلام انتشر؟ هنقوله بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة سرا لنشر الإسلام وخوفا على المسلمين من إيذاء قريش. طبعا ليه؟ لأن كان عددهم صغير،
فبالتالي لو كانت الدعوة انتشرت جهرا من أول بدايتها كانوا قريش هيقضوا على المسلمين وهتنقضي الدعوة من قبل ما تبتدي. تاني حاجة الأمن الغذائي والثروة الحيوانية. ايه العلاقة بين الأمن الغذائي والثروة الحيوانية؟ طبعا وجود الثروة الحيوانية بيوفر الأمن الغذائي. التغير المناخي والثروة الحيوانية. طبعا التغير المناخي أثر كتير على الثروة الحيوانية سلبا، حيث تسبب في قلة الأمطار وانتشار الجفاف والتصحر وموت الكثير من الحيوانات. المسطحات المائية والمناخ. طبعا القرب أو البعد من المسطحات المائية يؤثر على اعتدال المناخ. القرب أو البعد من المسطحات المائية بيؤثر على المناخ، لأن القرب من المسطحات المائية يجعل المناخ معتدل عن المناطق الداخلية. المواد الخام والصناعة. المواد الخام بتوفر للصناعة ما يلزمها من منتجات خام للصناعة. السؤال الثامن، اكتب مدلول الأرقام على الخريطة. طبعا هو المفروض ان احنا متعودين ان السؤال ده بيجيلنا في اول الامتحان خالص، هم هنا جايبينه في الاخر. اكثر الدول العربية تعرضا للجفاف. ايه هي اكثر الدول اللي تعرضت للجفاف واكثر من 1,000,000 شخص تعرضوا للمجاعة؟ طبعا هنقوله الصومال. طيب اولى الدول العربية انتاجا للحبوب الغذائية. اولى الدول العربية انتاجا للحبوب الغذائية طبعا مصر. رقم 2 دي بلدنا مصر. اولى الدول العربية انتاجا للقمح للقطن والكتان. هي اولى الدول فين؟ رقم 3. اولى الدول انتاجا للقطن والكتان طبعا اللي تحتينا على طول مين؟ هي السودان. اولى الدول العربية في انتاج الاسماك من المصايد البحرية لسه كنا بنقولها، هي دولة مين؟ المغرب. هي اللي بتطل على السواحل المحيط الاطلنطي والبحر المتوسط، فبالتالي اولى الدول في انتاج الاسماك من المصايد مش من المزارع السمكية. 5 مضيق مين؟ 5 هنا مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق. اكبر الدول العربية في المساحة. مين اكبر الدول العربية في المساحة؟ وانا مغمض عيني على طول هكتب مين؟ الجزائر يا حلوين. اولى الدول العربية انتاجا للحديد هي طبعا موريتانيا، تحت الجزائر على طول. اولى الدول العربية انتاجا للغاز الطبيعي. مين هي اولى الدول لانتاج الغاز الطبيعي؟ طبعا قطر. دولة تنتشر فيها السياحة العلاجية، حيث عين معين. اول ما اشوف عين معين هقول مين؟ هقول الاردن. جبل فين؟ رقم 10 جبال ايه؟ احنا قلنا هنا في كردستان وفي هنا زاجروس، يبقى جبال كردستان ديت اللي بتقع هنا في شرق البحر الأحمر وبتقع شرق الوطن العربي. تمام، وكده نبقى خلصنا المراجعة بتاعة الكتاب المدرسي، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.